السلام عليكم اخواني، عاملين ايه الاخبار؟ كل عام انتم بخير. كنت عايز بس اتكلم معاكم في كذا حاجه كده. بمناسبه يوم عرفه. هو اصلا ليه يوم عرفه؟ وايه فضل يوم عرفه؟ وانا المفروض اعمل ايه يوم عرفه؟ باذن الله نتكلم على النقاط كده بشكل مختصر وبشكل سريع. اولا، خطه يوم عرفه. الافضل يعني ان انا الواحد ينام كده مثلا بعد العشاء الساعه 10 11، تصحى الساعه 2 2 ونص. فانت اول ما تصحى كده هتظبط ان انت هتصلي قيام الليل وتقرأ فيه ما تيسر من القرآن زي ما تحب، ركعتين 4 6 8. المهم ان انت تختم بركعتين شفع وواحدة وتر، وبعد كده تقعد بتاع تلت ساعة تستغفر ربنا. فانت هتوفق بين دول ازاي؟ كل واحد قدر بحاله. انت كده الفجر ده هتصلي الاول ركعتين الفجر. ليه ركعتين الفجر؟ اللي هم ركعتين السنة، لانهم خير من الدنيا وما فيها. طيب، صلينا الفجر هنقعد لحد جلسة الشروق، نقعد نقرأ قرآن، نقرأ أذكار المساء وتقرأ أذكار الصباح، نذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده هنصلي الضحى. هنصلي الضحى على امتى؟ طيب، صلي ركعتين أو 4 ركعات، خليهم 4 على الساعة 6 وربع مثلا، أو الساعة 6 خليها 6 وتلت. طيب، معاك كده من 6 وتلت لحد الظهر. لو ما نمتش طول الليل تناموا، نمت اقعد بقى الفترة دي اقرأ قرآن، سبح ربنا، اعمل أي عبادة. طيب، من بعد الظهر لحد المغرب الفترة دي ما ينفعش تضيعها، لازم تدعو الله سبحانه وتعالى. تكتب في ورقة كده الأدعية اللي أنت عايزها وإيه الحاجات اللي أنت بتتمنى ونفسك حياتك تتغير إزاي، سواء بقى تعمل مشروع، زواج، تصالح أولاد، أي حاجة تخطر على بالك اكتبها. نفسك تحفظ القرآن، نفسك تتعلم العلوم الشرعية، نفسك توفق في دراستك. بص، كل اللي يجي على بالك إيه اكتبه في ورقة. زي الصحابة والسلف كانوا بيعملوا، يكتبوا كل اللي هم عايزينه في ورقة، ويجي يوم عرفة يرفع ايدهم ويقولوا يا رب. تعبت من الذكر؟ خلي قلبك كده ولسانك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم إيه؟ يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء في منه نوعين، يا إما دعاء طلبي إن أنا أطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لي، يتوب علي، سامحني، يوفقني، الحاجات دي. يا إما دعاء إن أنا أثني على الله سبحانه وتعالى. طيب، من الظهر للمغرب هعمل ايه؟ هدعي اللي انا طلبته من العصر للمغرب، ده شيء. اللي من العصر للمغرب افضل، تدعي بقى باللي انت عايزه. طب ومن الظهر للعصر اعمل ايه؟ المفروض الاول ان انا اجيب اي كتاب فيه صحيح الدعاء، الادعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوها، الادعيه السنه الصحيحه اللي هي مثلا ايه، زي ما بتقرا في اذكار الصباح والمساء، دي ما هي دي ادعيه النبي كان بيقولها، فتقرا الادعيه دي. ولو في ادعيه من القران زي ربنا تب علينا، رب اغفر لي، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واكثر دايما من يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اقرا اذكار المساء. طيب، احنا كده اتكلمنا عن خطه يوم عرفه. يوم عرفه لا عايزين فيه لا تنظيف ولا ترويق، ولا ان احنا نروح نشتري جلابيه العيد، ولا ان احنا نجيب لبس عيد. لو تعرفي ما تعمليش اكل اليوم ده يا ريت. هناكل ما هناكلش لا، بس يوم عرفه يوم عظيم. تعمل اكل النهارده بالليل هيكون افضل، ويبقى جاهز على التسخين افضل طبعا. هاتي ولادك وهات ولادك واقعد كلمهم كده عن يوم عرفه وفضل يوم عرفه. ما تخليهمش في اليوم ده ماسكين اللاب ولا ماسكين التاب ولا بيلعبوا على الموبايل ولا حتى بيلعبوا في الشارع ولا حتى مقضينه في النوم وتقول احنا بيلها مسرح. ده يوم بيتكررش غير مره واحده في السنه، هذا اليوم كفيل انه يغير لك حياتك. فضل يوم عرفه. اول حاجه صيام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه والسنه الايه الاتيه، السنه الجايه والسنه اللي فاتت. ده صيام. ايه شرط الصيام؟ من ملك سمعه وبصره ولسانه وغفر له. غفر لي الذنوب سنه ماضيه وسنه مقبله. يعني في اليوم ده لا اكلم حد ولا اغتاب حد ولا اشتم على حد ولا اسمع حرام ولا انظر الى حرام. لو هتعرف تعتكف في اليوم ده من الفجر لحد المغرب يبقى انت عملت حاجه عظيمه. طيب، ايه كمان فضل يوم عرفه؟ الناس يتم الحج فيه ويقفون على جبل عرفات، والله سبحانه وتعالى يبين به من الملائكة. طيب، في بقى ليه يوم عرفة؟ طبعا برضك احنا اتكلمنا عن فضل يوم عرفة. يعني فين اقول لك انه الصيام بيكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، ويتم الحج الأكبر فين الحجاج يقف على عرفات. يكفينا اقول لك ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويجيب الدعاء. طيب، ليه يوم عرفة؟ يوم عرفة فيه كذا حاجة. زي ما قلت لك، من ضمن الحج بيتم فيه او شعيرة الحج بيتم فيه الحج الاكبر. الحاجة التانية الميثاق، لان احنا كلنا كخليقة اجتمعنا كده يوم عرفات وعرفنا الله سبحانه وتعالى عز وجل. هتقولي مش فاكر؟ طبعا معاك، لا عليك وانت في سنة KG1. فاكر لما رحت الحضانة كان ايه شعورك؟ اليوم التاني والتالت والرابع؟ تعرف تسرد لي الشريط ده حاليا؟ لا.
فدي حاجه حصلت من زمان، طبيعي انت كانسان مش هتكون فاكرها. فاليوم ده اللي انا وانت عرفنا فيه الله سبحانه وتعالى، عشان كده لازم نجدد فطرتنا ولازم نغير حياتنا. ويقال ان على جبل عرفات وفي يوم عرفات لما سيدنا آدم والسيدة حواء هبطا إلى الأرض ما كانوش عارفين يلاقوا بعض ولا يدوروا على بعض، فيقال أنهما تقابلا في يوم عرفات على جبل عرفات. يعني مش متأكد بصراحة من صحة حاجة زي دي. طيب في حاجة تانية، وانت بتقرأ كده في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فربنا رد عليهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر القصة، لحد ما قال الملائكة يسجدوا لآدم تكريما له. شوف الله سبحانه وتعالى خلى الملائكة تسجد لأبونا آدم. المهم اللي أنا عايز أقوله، إن يوم عرفات الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة. شوف بقى بيقول إيه؟ الله انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. انظروا الى عبادي جاءوني من كل فج عميق جايين عشان يرجوا رحمتي ولم يروا عذابي ويخافون عقابي. لهم ايه؟ اشهدكم، مش دول اللي قالوا امبارح تجعلوا فيها من يفسد ومن يعمل، لا دول جايين يعملوا اهو يؤدي شعيرة الحج وخايفين من عقابي ومن عذابي ويرجون رحمتي. اشهدكم انتم بقى يا ملائكه اني قد غفرت لهم. كده عرفت ليه يوم عرفه. طيب ايه تاني انا ممكن اعمله؟ الحاجات دي لازم اعملها في يوم عرفه، زي ما قلت لك الدعاء، لان الدعاء هيغير لك مصيرك. الدعاء ده هيغير المستحيل. كتير جدا حياته اتغيرت بدعاء يوم عرفه، كتير جدا حاله انصلح بدعاء يوم عرفه، كتير جدا حاله بقى افضل حال يوم عرفه. عايزك وانت تدعي دعوه الحاجه اللي انت عايزها ادعيها لزميلك. عارف ليه؟ ان الدعاء لدار الغيب مستجيب. فتخيل كده ان انت تقول لفلان حاجه وفلان يكون بيدعي بنفس الحاجه دي. الاكتر من كده ان انت بتقول يا رب وفق فلان مثلا في الثانويه العامه، وننسى الدعاء لاخواننا في الثانويه العامه ربنا يوفقه. تخيل ان الملائكه تقول لك ولك بالمثل، يعني تخيل ان الملائكه تدعو لك. طيب ده كده الدعاء. طيب اعمل ايه تاني؟ تحاول في اليوم ده تتصدق، حاول في اليوم ده تطلع اللي تقدر عليه، تجمع اصحابك وتجمعوا مع بعض المبلغ، مثلا تجيب لحد مثلا غلبان ما هيعرفش يجيب مثلا لحمه للعيد تجيبه اللي تقدر عليه. بص اي حاجه والله، لو جنيه صل رحم، اي حد زعلان معاه صالحه، اليوم ده بر ابوك وامك، اي حاجه خير اعملها في اليوم. ممكن اتكلم معاك عن خير كتير، اقول لك تصدق، صلي النوافل، اعمل معروف وغض بصرك واعتكف. بص اعمال كتير. اللي عايز اختم معاك بيه، الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور. تعرف اتقل يومين على ابليس يرى نفسه فيهما حقير، يلحس التراب ويقول يا ويلتي يا ويلتي. اول يوم بدر، ده يوم خلاص ما تكررش. اليوم التالي بقى يلحس في التراب ويرى نفسه حقير ويرى نفسه ذليل ويقول أضلهم طول العام ويغفر لهم. هذه الساعات انت عارف بيحصل كده في يوم ايه؟ يوم عرفة. فاوعى تستقل يجي في بالك ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرحمكش، لا ده غفور سبحانه وتعالى. قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. انت عارف لما تيجي مثلا تنسب ناس ليك تقول دول تبعي، اصحابي، اخواتي، قرايبي، الشاهد ايه؟ ان حرف الياء ده انت نسبته ايه؟ نسبته ليك، ان الناس دي تخصك. تعرف بقى ربنا فعل ذلك ولله المثل الاعلى طبعا، بس انا بوضح لك يعني. قال قل يا عبادي، طب هل يا عبادي المؤمنين، يا عبادي المستغفرين، يا عبادي التائبين، حتى يا عبادي المذنبين؟ قال يا عبادي الذين ايه؟ عملوا ايه؟ اسرفوا، فعلوا ما فعلوا من المعاصي لا تقنطوا من رحمه الله. بلاش دي. عارف فرعون قال قبل ما يولد سيدنا موسى كان يقتل في الناس ويستحيي بني اسرائيل، وكان يقول لهم هل علمتم من اله غيري ان ربكم الاعلى. تعرف لما سيدنا موسى جاء بعد 40 سنه وقال له بقى يؤمن بالله ورب السماوات والارض ورب هارون وموسى، يعني ده اللي قال انا ربكم الاعلى. الله سبحانه وتعالى حينما ارسل موسى امره ان يكون له قولا لين بسيط علشان يمكن يخاف ويمكن يؤمن. ده بقى بالك واحد قال انا ربكم الاعلى، ما بالك بقى بانسان يسجد ويقول سبحان ربي الاعلى. لا عليك، دي حاجه والله العظيم فوق الخيال. والله يعني الواحد كده يجي يستشعر كده رحمه الله سبحانه وتعالى. يا جدع ده حاجه كده يعني. بلاش دي. عارف جاء في بعض الاثار ان جبريل نزل حينما يغرق فرعون، فكان يوضع الطين في فاه في بقه يعني. كان يقول انت عارف عمل كده ليه؟ كان خايف انه يقول ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقول امنت ايه ورب هارون وموسى. وفي برضك اثر تاني ان فرعون استغاث بسيدنا موسى كذا مره، وقال الله سبحانه وتعالى له موسى استغاث بك فلم انه فعزتي وجلالي، يعني لو طلب مني المعونه في رحمه. بلاش. عارف اصحاب الاخدود
الذين صنعوا الأخدود وأشعلوها بالنار عملوا حفر كده، كل واحد هيؤمن بالله هيلقى في الحفرة دي. فرموا بقى ناس كتير، حتى كانوا يرموا الأطفال ويرموا الكبار ويرموا الحريم والرجال، كل من يؤمن بالله يرموه في الحفرة دي، الأخدود، حفرة كده جواها النار. حتى وهي بتعدي واحدة كده كان معاها ولد رضيع فترددت كده لحظة، الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الطفل وقال لا تخافي يا أمها فسيري، عدت بردك ولم تتراجع عن إيمانها فألقت هي ولدها في النار. المهم عارف ربنا بيقول لأصحاب الأخدود دول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمن، يعني الفتنة مش شرط ان انا الكلام اوقع بالناس، لا، الفتنة لها حوالي بتاع 27 معنى في القرآن الكريم، من ضمن هذه المعاني النار، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. تعالى نحسبها كده، ان الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات مثلا في غير القرآن، يعني لو هنفسر فربنا قال ايه؟ ثم لم يتب لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق. الشاهد ايه؟ ان بعد ما فعلوا من هذه الاشياء الله سبحانه وتعالى قال لهم ثم لم يتوبوا، يعني كمان لو تابوا هيغفر لهم. دول ناس بقى قتلوا ناس امنوا بالله، مش قتلوا الناس مثلا شر ولا لا، كان كل من يؤمن بالله يقتلوه. الله سبحانه وتعالى يقول لهم لو تبتم ساغفر لكم. بلاش عارف النصارى ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. انت عارف في الايات دي الله سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ افلا يتوبون. وكان الله ايه؟ وكان الله غفور رحيم ودود. الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل ايه؟ التوب. طب ليه ما نقولش مش انا لما بتوب توبه لله عز وجل، بتوب توبه نصوحه؟ طيب ليه بقى ربنا ما يقولش وغافر الذنب وقابل التوبه؟ لا، قابل التوب يعني جمع توبه وتوبه وتوبه. الله سبحانه وتعالى لم يقل توبه واحده ولكنه قابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. واحد بقى ما امنش بقى وفضل برضك يزح شديد العقاب. فيا اخوانا عايزك تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة في اليوم ده، لان اكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه ناس من النار يوم عرفة. اكتر من رمضان، اكتر من يا جدع، ده بقول لك الله سبحانه وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا نزولا ليليق بجلاله، يباهي الحجاج الملائكه، كفر لنا سنه ماضيه وسنه مقبله لصيامنا، ويجيب دعواتنا. والشيطان من كتر ما بيلاقي ربنا بيغفر يلحس التراب. انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني يوم من ده؟ بالله عليك ما تضيعه. فاوعى تفكر كده في يوم انك اوعى كده يعني تقعد كده مع نفسك تقول لا وربنا ممكن يغفر لي، طب انا لو هتوب ازاي؟ طب انا عملت وعملت. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الا انك تشرك به. طب احنا الحمد لله مؤمنين وموحدين، ده شرط من ضمنها ان احنا نوعد ربنا وندعو ربنا يوم عرفه ان احنا ربنا يبعدنا عن الذنب ده، وان احنا نندم وناخد عهد بقى مع ربنا، خلاص ما هنقعدش ليه تاني وندعيه. طيب كما قلت لك بالنسبة للدعاء برضه دايما ليه بلح في الدعاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى النبي كان يسأل عن بعض الأسئلة، فالله سبحانه وتعالى كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيط. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، قل ينسفها ربي نسفا. المهم فجم سألوه عن الدعاء، قال وإذا سألك عبادي عني، المفروض إيه؟ يقول له في غير القرآن المعتاد ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ فقل الله قريب او فقل اني قريب، لكن قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى في الدعاء لم يجعل احد وسيطه بينك وبينه حتى نبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلت لك كتير تغير بالدعاء، وكتير حاله انصلح بالدعاء، كتير تاب ربنا سبحانه وتعالى واحواله تغيرت بسبب يوم عرفه. ناس حجت بسبب يوم عرفه، ناس حالها اتغير، ناس نجحت في الثانويه بسبب يوم عرفه، ناس وفقت في الكليه بسبب يوم عرفه، ناس اولادها انصلحت بسبب يوم عرفه، ناس تزوجت بسبب يوم عرفه، ناس ازواجهن انصلحوا بسبب يوم عرفه، ناس ازواجهم انصلحوا، ناس تغيروا بسبب يوم. لا عليك اوعى تضيع النار.